العربيه دي يا جماعه فيها ليفنج روم وحمام ومطبخ ودريس، تنفع للبيزنس وللسينما مود ولكل حاجه، وفيها شاشات سمارت تتحكم منها في الاضاءات والتكييف والستاير وكل حاجه، كانك قاعد بالظبط في شقه اوضه وصاله بس متحركه. تعالوا بقى نشوفها من جوه. العربيه دي يا جماعه اسمها مرسيدس سبرينتر. دي طبعا ما بتجيش بالشكل ده خالص، بتبقى عباره عن كراسي كتير كده مرصوصه كلها جنب بعض شبه الميكروباص كده شويه، بعدين بقى هم بياخدوها يعملوا بقى فيها الديزاينز دي ويقسموها زي ما احنا عايزين. العربيه دي او الشقه اللي احنا فيها دي عباره عن كيتشنات وحمام وشاشتين تلفزيون واربع كراسي فخمين جدا وصوفا بيد. وطبعا التقسيمه دي ممكن تتغير على حسب احتياجاتك، ممكن مثلا نشيل الكنبه دي نحط كرسيين، نكبر الحمام، نعمل مطبخ حقيقي بمايكرويف واير فراير وكل حاجه 100% كاستمايز. العربيه دي ممكن تقضي فيها يومك كله، لان زي ما انتم شايفين هي الارتفاع بتاعها عالي، ودي بقى اصلا معموله للفنانين والممثلين، والفنان محمد رمضان كنت شايفه كان منزل فيديو فيها قبل كده. تعالوا بقى نتكلم في التفاصيل. العربيه هنا فيها 4 كراسي وكنبه، كل حاجه منهم تقدر تتحكم فيها في الهيد ريست والظهر والقطنيه والليج ريست، وممكن كل كرسي تعمل فيه مساج وتبريد وتسخين وميموري عشان تظبطه على الظبطه بتاعتك. ومن هنا في شواحن، وكل كرسي كمان بيكون فيه سايد تيبل زي بتاع الطياره بالظبط. ممكن كمان تعمل له ادجستمنت كده عشان لو بتقرا حاجه مثلا. ده بقى كرسي البوس، بيكون فيه نفس الحاجات اللي احنا قلناها في الكراسي كلها، بس هنا بيكون فيه شويه حاجات اضافيه. الشاشه دي بقى ممكن تتحكم منها في كل حاجه، زي الشبابيك مثلا تفتحها وتقفلها، الترابيزه دي تطلعها وتدخلها، التلفزيونات تقفلها وتفتحها، والكراسي برده تتحكم فيها كلها من هنا، تطلعها قدام او ترجعها ورا هي والكنبه، لو عايز تفتحها سرير من هنا برده، باب العربيه تفتحه وتقفله من هنا، التكييف بكل تفاصيله ودرجه الحراره، وفي هنا كمان سينز ممكن تعملها زي السينما مود او السليب مود او البيزنس مود او اي مودز بقى تانية، ممكن تعمل حاجات كاستمايز زي ما انت عايز، وتتحكم في كل ده من السكرين او من الموبايل ابلكيشن او بالفويس كوماند من خلال سيري. هي سيري ريلاكس مود اون، لايتس اون. ممكن كمان من هنا تنزل التلفزيون عشان لو عايز تشوف الطريق وانت قاعد، وطبعا في هنا فيشه 220 عشان لو هتحط اللابتوب، وشواحن بقى يو اس بي وتايب سي. والكراسي دي كمان ممكن تلف عشان لو عايز تقعد هنا تعمل ميتنج لذيذ، او لو عايزين مثلا تقعدوا تاكلوا مع بعض او تتفرجوا على التلفزيون ده لو في حد نايم هنا. وجنب كل كرسي يكون فيه هنا كاب هولدر وشاحن وايرلس وسكرين صغيره تقدر تتحكم فيها في الستاير، تتحكم فيها في السبوتس اللي فوق، وتتحكم كمان في التكييف. وممكن انت بقى كالبوس بتاع العربيه هنا تقفل الحاجات دي كلها عشان مثلا لو في اطفال او كده ما تخليش اي حد يتحكم في حاجه غير الشخص اللي قاعد هنا بس. الكنبه دي بقى غير انها بتفتح سرير، في هنا الهاند ريست ده بيكون في هنا مكان ستورج، وفي التاتش سكرين دي من هنا بقى ممكن تتحكم في كل حاجه في الكراسي دي، تعمل لها مساج، تتحكم في التبريد والتسخين بتاعها، تطلعهم قدام ترجعهم ورا، تطلع الهيد ريست ده فوق، تتحكم في كل حاجه في الكنبه. وكل الاضاءات اللي هنا ممكن تتحكم فيها من السكرين.